تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده احنا سعداء جدا في الصالون الضيافه لموقع المنجز اليوم. ربنا يعزك يا رب. بوجود طبعا دكتوره سمر نديم، وحضرتك يعني بسم الله ما شاء الله في سعي لاعمال الخير ودار زهره مصر والسيدات القصر الجمال اللي احنا بنتفرج عليهم واعمالك التطوعيه. وطبعا النهارده بجد انت مشرفانا ومنورانا. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. وهنبتدي بقى نقول لك اولا كل سنه وانت طيبه بمناسبه رمضان. اي نعم احنا في نص رمضان بس لازم نقول لك كل سنه وحضرتك بخير وسعاده وبخير خاطر يا رب ان شاء الله. طبعا موضوع زهره مصر ودار زهره مصر، الموضوع كان بالنسبه لنا كده اول ما شفناك على السوشيال ميديا وشفنا جهودك وشفنا كل الخطوات السعي اللي انت بتعمليها. لان الافكار دي كلها الحلوه دي جت ازاي؟ الافكار دي مزروعه جوايا، يعني هي مش مجرد افكار، هي احاسيس حقيقيه يعني طلعت للناس. كانت جوايا من زمان، دايما بحب اخدم الناس، بحب اساعد الناس، بحب اجبر الخواطر. حتى دايما كنت بروح اخدم خالته واخدم جدي اخدم ستي، بخدم بابا وماما. يعني بحب قوي ان انا يعني اعمل كل حاجه بايديا في كل مكان كنت اروحه من صغري. لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الحاجه الحقيقيه دي بقى تطلع للناس كلها عشان الناس تشوفها وتتعلم منها. حتى في ناس كتير جدا بتكلمني على بيج زهره مصر بيقولوا لي يا سمر احنا بنتعلم منك، احنا نتعلم يعني نتعامل مع اهلنا ازاي، نتعامل مع ابهاتنا وامهاتنا واخواتنا ازاي. لان في ناس كتير جدا بتقابل يعني عندهم اهاليهم زي اللي موجودين في سيدات القصر، يعني اللي موجودين عندنا سيدات القصر زي اللي موجودين عندي في الدار، زي مثلا فاطمه، زي فاطمه الشيمي، زي مثلا جليله، زي ماما هجيه. دول كلهم كبار سن ومحتاجين معامله خاصه، فهم ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم ازاي. فانا بطلع اعمل بيهم فيديوهات الناس تشوف التعامل ازاي وكيفيه التعامل مع كبار السن، ان احنا بنسايسهم بندلعهم بنناديهم. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان اطلع المشاعر الحقيقيه اللي جوايا دي للناس كلها على السوشيال ميديا عشان هم يشوفوا ده ويقتضوا بيه ويبداوا يتعاملوا فيه فعلا مع اهاليهم. يعني في مره بنت كلمتني قالت لي يا سمر انا كنت بفكر ان انا احط جدتي في دار، لكن من بعد ما شفتك انت بتتعاملي ازاي مع الناس اللي عندك في الدار خليتيني قوي احب الاحساس ده. انت عارفه ان انا وجدتي فتحنا مع بعض اغاني ام كلثوم وعبد الحليم وبقينا نسمعها. خدت جدتي ودخلنا المطبخ نشارك مع بعض وبنعمل اكل، ففرق في حياتها كتير. الاول كانت جدتي بتبقى عايزه تمشي وتسيبنا، دلوقتي بقت قاعده في البيت، حتى بسيب الباب مفتوح مش بقفله بالمفتاح وما زالت موجوده، لان عايشتها في الاجواء اللي انت بتعيشي فيها سيدات القصر، فده فرق في نفسيتها كتير. انا كده عرفت قد ايه مدى التعامل فعلا بيفرق على النفسيه. وده بقى طبعا اللي انا عايزه اوصله لكل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا، ان التعامل ده هو اهم حاجه في حياتنا. انا عندي كام واحده في الدار شوفوا كلهم قد ايه. دلوقتي لو جيت قلت لهم احنا هناخدكم تمشوا من الدار هيعملوا ايه؟ هيعيطوا، هيقول لك ليه احنا مش عايزين نسيب سمر نديم، احنا عايزين نبقى مع مامتنا سمر نديم. بالرغم ان هم امهاتي هم كبار السن، لكن في منهم كتير بيقولوا لي يا ماما، في منهم كتير بيقولوا لي يا بنتي، يعني في منهم كتير بيتعاملوا معايا كأن انا فعلا من دمهم ولحمهم. فهو ده اللي انا عايزه اوصله للناس، اعملوا خير، ساعدوا اهاليكم، اجبروا الخواطر، مش عشان الناس تقول عليكم انتوا ايه، اعملوا من قلبكم. الانسان لما يكون بيعمل من قلبه محدش يقدر يوقفه. الانسان لما يكون بيعمل من قلبه هيفضل مكمل المشوار وهيفضل يساعد الناس وهيفضل يجبر الخواطر. اهم حاجه ان الانسان يقدر يعمل من قلبه. شايفه ايه الفرق ما بين التعامل مع كبار السن ومع الاطفال زي في دار ايتام؟ يعني ايه الفرق في التعامل؟ هما التعامل واحد، لازم يكون زي ما بنعامل الصغار في الدار نعامل الكبار برضو نفس المعامله في الدار. طبعا انا عارفه كتير ان في بعض دور الرعايه مبقاش فيها اهتمام ومبقاش فيها رحمه، وفي اطفال كتير بتتبهدل في دور الرعايه. نفسي الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا احد دور الرعايه اللي بيتابعونا يتعلموا منا كيفيه التعامل ازاي مع الناس دي. يعني انا معلش هو انا معلش عندي في الدار، ما انا عندي ستات ممكن واحده تشتمني، ممكن واحده تضربني، ممكن واحده تلف عليا، ويمكن في حاجات زي كده كتير بتحصل عندي على البيج بتاعتي. الناس بتشوفها وبتشوف الفيديوهات وهما بيقولوا لي على اللايف علني، وبيشوفوا بيعملوا معايا ايه، وانا بتحمل وبضحك وببوسهم واحضنهم وطبطب عليهم واقول لهم استحملوا. انا عندي كل يوم بروح الدار اشم ريحه النزلاء، ريحه شعرهم فيها ايه، ريحتهم شامبو ولا مش مستحميين، ريحتهم نظيفه ولا ريحتهم عرق، السراير بتاعتهم نظيفه ولا ريحتها وحشه، الاكل بتاعهم حلو ولا بايظ. كل حاجه انا بتابعها بنفسي، والكلام ده مش انا اللي اقوله لك بنفسي، ده الموظفين اللي يقولوه. انا النهارده كل يوم بتابع كل حاجه بنفسي. معلش اقول لك انا اكتر بتابع ايه؟ بتابع نظافه شعرهم احسن يكون فيها حشرات،
انا بنفسي بفتح شعرهم وابص فيه، ده مش عيب. زي ما بنعمل لاولادنا وبننظف ولادنا، هم دول كمان ليهم حق ان احنا نحافظ عليهم وننظفهم نظافه شخصيه، لان دي ربنا يحاسبنا عليهم، لان ده خير احنا بنعمله هيقع في ايد ربنا. الخير اللي بنعمله ده كله هيقع في ايد ربنا سبحانه وتعالى. فهي دي بقى هي دي اللي فارقه، دي اهم حاجه. انا بعمل خير، طب ما انا ممكن البس واحده قدامك حلوه على الكاميرا وقدام كل المتابعين، البسي بندانه شيك، البسي فستان شيك، واقعدي واعمل معاكي حوار وانت في قمه ستايلك. هل حد يعرف شعرها ايه؟ ريحتها ايه؟ جسمها ايه؟ محدش عارف. ده بقى اللي انا بعيشه، هو ده اللي انا بتعامل بيه بقى. انا طب ما في حاجات كتير جدا انا بعملها في السر لا يعلمها غير الله سبحانه وتعالى، والموظفين عشان بيشوفوني. انا لما بتعب ونفسيتي بتتعب عشان اريح جسدي ونفسيتي، بروح الدار بالليل الساعه 1 2 بالليل، اكنس وامسح وانضف واشوف الدار كلها واتابعها بنفسي. ليه بعمل ده؟ عشان انا عايزه البركه تحل عليا من ربنا سبحانه وتعالى، لان البني ادم طول ما بيعمل حاجه من قلب ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيكون معاه. احنا بنعمل عشان ربنا يكرمنا، احنا بنعطي محتاج مش عشان هو محتاج، والله احنا اللي محتاجين. احنا اللي محتاجين الجبر، واحنا اللي محتاجين الرحمه من ربنا علينا، احنا اللي محتاجين الصحه في جسدنا، احنا اللي محتاجين ربنا يكرمنا في اولادنا، احنا اللي محتاجين كل الكلام ده. والكلام ده انا مش بقوله دلوقتي عشان انا معاك على السوشيال ميديا، لا دي حياتي الحقيقيه اللي انا بعيشها. حتى الموظفين بيستغربوا جدا، يعني دايما مثلا الموظفين يقولوا لي احنا عاملين جروب على الواتساب بيننا وبين الموظفين، استاذ سمر بص احنا بيصوروا لي احنا نظفنا وعملنا اهو، اجي انا بالليل ابص حروف الشبابيك عليها تراب، يبقى كده ما نظفتوش. ورا الكومودينو انتوا ما نظفتوش، ورا السراير انتوا ما نظفتوش، الدواليب انتوا ما نظفتوش، وليه ده احنا كنا منظفين؟ كل ده بالنسبه لي انتوا ما عملتوش. انا عايز اعلى من كده، انتوا بتعملوا حاجه بتقع في ايد ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو مش بتعملوها في بيتكم اعملوها هنا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما فكرتيش تعملي دورات في كيفيه التعامل مع كبار السن في دور الايتام، دور الرعايه، او مع الاطفال في دور الايتام؟ فكرت طبعا، فكرت جدا. دي اكتر حاجه انا المرحله الجايه ان شاء الله صلاه الضوء عليها اكتر، نفسي اعمل ده طبعا جدا. ويمكن انا بطلع اساسا اتكلم بده بالواقع نفسه، بوجودي مع سيدات القصر في الدار، لكن انا فعلا محتاجه طبعا اعمل حاجات زي كده كتير باذن الله، اتكلم فيها عن كيفيه التعامل مع الانسان المريض النفسي، مع كبار السن، مع الاطفال اللي هم الايتام، لان دول بيبقوا فاقدين حنان الاب والام. معلش انا مهما كان عمري ما هعوضهم حنان ابوهم وامهم، فمهما عملنا معاهم مش هعوضهم اي حاجه، فلازم نكون رحماء معاهم لابعد الحدود، زي ما احنا رحماء لابعد الحدود مع سيدات القصر، عشان الناس يتحرموا من اهاليهم وابهاتهم وامهاتهم واخواتهم وعيالهم، ما يشوفوش رحمه من حد، عشان كده احنا لازم نكون رحماء دائما معاهم. تمام. الفترة اللي فاتت احنا عرفنا ان انت تعرضتي لبعض الازمات او المشاكل اللي واجهتك، نقول عراقيل في الجامعة، بس قبل ما نتكلم عن العراقيل اللي واجهتك حابب ان انا اتكلم عن الدار نفسها وفكرة الدار. هل انت شايفة ان الدار في الفترة اللي جاية انت نفسك تكبريها وتوصليها ليه؟ والله بص انا اقول لك على حاجه، انا كل اللي نفسي فيه ان ربنا سبحانه وتعالى يكون معايا ويسترني وينصرني، مش محتاجه اكتر من كده، مش محتاجه حاجات كبيره، ولا محتاجه اقول لك لا اصل انا نفسي اعمل دار ثانيه ونفسي، لا انا راضيه باللي انا فيه وبقول الحمد لله، بس اذا ربنا اراد يحطني في حاجه اكبر من كده فانا هبقى ماشيه الاتجاه اللي ربنا يحطني عليه، وهقول الحمد لله وهنفذ التعليمات اللي هتجيلي من ربنا سبحانه وتعالى، وهعمل اللي عليا قدام ربنا. لكن انا كل اللي بتمناه الحفاظ على الستات اللي عندي في الدار، ان هم ما يرجعوش للانتهاك، ما يرجعوش للتشرد، لان دول ستات وعوره ويتعرضوا لحاجات وحشه كتير، فربنا سبحانه وتعالى بيكرم الانسان، ربنا كرم الانسان وحطه في احسن تقويم. احنا مش هنكرم الانسان اذا كان لما بنشوف قطه في الشارع، لو القطه نايمه في الشارع متعوره انتوا بتعملوا فيها ايه؟ بتاخدوها وتطبطبوا عليها وتدلعوها وتهنوها وتاكلوها عشان تحيوها من جديد. بالكم الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى حطه في احسن تقويم، احنا مش ناخد الانسان ده ونكرمه وناخدها وننقذها من الموت ومن عذاب الشارع والانتهاك والاغتصاب والاف كل الكلام ده احنا محتاجين جدا جدا نعمله دايما في حياتنا. ونفسي الناس كلها تراعي ربنا، نفسي ما يبقاش كمان في دور رعايه، مش بقول لك انا نفسي اعمل ده، نفسي ما يبقاش في دور رعايه، نفسي كل اللي رامي اهله ينزل ياخد اهله من الشارع، نفسي اللي عنده اب ولا ام ينزل ياخدهم، اللي عنده اخت راميها يروح يشيل لحمه ويراعي ربنا، كل راعي مسؤول عن رعيته ويراعي ربنا في اهاليهم. انا في ناس كتير عندي في الدار بتتمنى تشوف اولادها، كتير طلعت اتكلمت يا جماعه تعالوا شوفوا ولادكم،
تعالوا شوفوا امهاتكم، امهاتكم نفسهم يشوفوكم، تعالوا شوفوهم. ولا اي حد بيسال. لو اتكلمنا بقى عن الازمه اللي طبعا الموضوع سمع جدا على السوشيال ميديا، موضوع الازمه اللي انت اتعرضتي ليها او اصدار سحب التراخيص بتاعت جمع المال او وقف التراخيص جمع المال ووقف التراخيص اصدار نقل من الفيلا او المكان سكني وليس خدمي. اشرح لنا بقى ايه القصه دي وايه الموضوع اللي حصل، رغم ان انت كنت لسه من قريب مع وزير التضامن الاجتماعي، كنت في مكتبه وقعدت معاه. والله انا كل حاجه في حياتي مشيت بامر ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت في طريقي وما كنتش هفتح دار ولا اي حاجه، انا مؤسسه خيريه بساعد الناس الغلابه على قدي وكنت راضيه، لكن وزاره التضامن هم اللي جابوني وقالوا لي يا سمر انت بتنزلي تنقذي الحالات من الشارع وبتنقذيهم من الشارع وبتحطيهم في حضور الرعايه، طب ما انت مؤسسه خيريه، طب ما تفتحي دار يبقى تابع للمؤسسه بتاعتك. هم اللي اقنعوني بده، ومن هنا انا خدت كلامهم وعملت بيه وفتحت دار، ولما فتحت دار استأذنتهم. قبل كل خطوه كنت بمشي معاهم كنت بكلمهم ودي، كنت بكلم فريق التدخل السريع والدفاع الاجتماعي في التليفون، كنت بكلم بعض الاشخاص هناك بسالهم الدار كده مناسبه، قالوا لي لازم تاخدي مكان كبير عشان يبقى في غرفه طبيب وغرفه عزل، ولازم يبقى عندك مخزن لكل الاحتياجات بتاعه الدار، ولازم يبقى عندك بدل الثلاجه وديب فريزر وعندك ولازم يبقى عندك سيرفيسات للاكل، كوبايات بلاستيك للاكل، كل حاجه قالوها لي انا نفذتها. قالوا لي هتعمل لي 40 سرير، عملت كل التعليمات اللي قالوا لي عليها عملتها، وكان بينزل لي دكتور قضائيه والجان من وزاره التضامن يتابعوا كل اللي انا بعمله وبيتابعوا الخطوات بتاعه الدار واحده واحده، لحد لما خلاص انا جهزت الدار وعملت الحمايه المدنيه وكمان تم الموافقه على الحمايه المدنيه. جم في الاخر بعد ده كله يقول لي مش هينفع عشان الجهاز بتاع مدينه بدر نفسه عامل رفض ان انا ارخص المكان يبقى خدمي، لان هو بيقول لي ده مكان سكني مش هينفع نعمل لك خدمي. ايه موضوع السكن يعني ازاي؟ ايه الفكره يعني؟ مع كل الاماكن كلها اماكن سكن يعني انت بتعملوا منطقه عمال؟ انا مش فاهمه بقى ايه الكلام ده، كلام غريب ومش منطقي ومش مفهوم بصراحه. يعني ايه لا اصل المكان ده مش هينفع تعملي دار؟ ليه مش هينفع اعمله دار؟ ليه؟ طب ما الناس دي بتاكل وبتشرب وبتنام زينا، احنا في سكننا بنعمل كده في بيوتنا. دول ايه؟ احنا برضه هعيشهم في مول، هعيشهم في مول. احنا كنا موجودين في اكتر من دار رعايه وشفناهم في اكتوبر كذا دار رعايه شفناها كلها في مناطق سكنيه. وكل الفيلا اللي حواليها فيلا سكنيه. هل انت شايفه ان هي دي الازمه الحقيقيه ولا في سبب اكيد في حد موقف لي كل الكلام ده، ومع ذلك برضه وزير الاسكان لما شاف ان الدار مش نافعه تترخص وقف معانا وادانا ارض على مساحه 7000 متر عشان نبنيها ونبني عليها مبنى لرعايه المشردين ونعمل مسجد لوجه الله، وفي الاول وفي الاخر دي ارض تبع الدوله، هي ارض بتاعتي هي باسمي وانا هبني عليها فيلا اعيش فيها، يعني هعيش عمري لحد ما شعري يبيض اقعد ابني فيها وفي الاخر هموت وفي الاخر الدوله هتاخدها، يعني مش هتبقى لاولادي يعني ولا هتبقى لجوزي ولا هتبقى لابويا ولا لامي، ده هتبقى ليه؟ هتبقى للدوله في الاول وفي الاخر، يعني انا بعمل للدوله. طيب هو دلوقتي وقفوا التراخيص او التصريح الخاص، وقفوا لي ترخيص جمع المال عشان يعجزوني، عشان هم شايفين كده ان انا بقى فتحت الدار يبقى انا بيجي لي تبرعات بالملايين وانا بقى عايشه بقى في ميغا وعايشه في على اساس ان مفيش رقابه اداريه؟ لا ما في رقابه اداريه وفي حاجه اسمها الميزانيه بتتعمل كل سنه. بس هم بقى كده، حتى الوزير لما قعدت معاه قالت لي انت بتجيلك انت ميزانيتك كام في السنه؟ قلت لها 1.500 ولا 1.800. قالت لي روحي يا حبيبتي اقعدي اشربي شاي بلبن، ده انت عشان تبني الارض بتاعتك دي محتاجه مليارات. هو دي فلوس اللي بتجيلك؟ انا ما بيجيليش دعم، الدعم عندي قليل جدا، واكتر الدعم بتاعي يعني اللي موجود قائم على من الفيديوهات بتاعتي. النهارده لما بيجي لي متبرع بيدفع اكل، بيدفع شرب، بيدفع واحده محتاجه مساعده، لكن ما بيدفعش رواتب موظفين، ما بيدفعش الكلام ده. فانا شايله الكلام ده كله. اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ المفروض ان الوزيره وعدتني وقالت لي يا سمر احنا هنوفر لك مكان، قلت لها ايه الطلبات اللي انا ممكن اعملها عشان حضرتك تساعديني؟ قالت لي انت مش هتعملي اي حاجه، انا اللي هعمل كل حاجه. قلت لها طب حضرتك هتعملي ايه؟ قالت لي انا هجيب لك مكان مجهز وهتنقلي فيه كل الحالات بتاعتك. قلت لها خلاص مفيش مشكله، وبالفعل عملت كده. فضلت مستنياها وما ردتش عليا لحد الان. طب انا عايزه اقول لها حضرتك امام الله هتتحاسب يوم القيامه على كل الحالات اللي عندي في الدار دول لو رجعوا الشارع. ده حقيقي. هتشوفي هتقابلي ربنا ازاي؟ هتقابلي ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ وكل الامهات دول قاعدين في الشارع واحنا في يوم من الايام ممكن نبقى مشردين زيهم او ممكن الزمن يجي علينا ونبقى زيهم برضه. ما حدش ضامن عمره. ياما ده عايزه اقول لك ان اكتريه الحالات اللي في الدار عندي ولاد ناس جدا. وفي منهم بيتكلم لغات وفي منهم جماعيين وفي منهم كانوا اصلا بيشتغلوا في اماكن عاليه قوي في البلد.
بس في اخرهم كانوا ايه بقوا مشردين، فما حدش عارف هو بكره هيبقى فين. هو في الاول وفي الاخر كل اللي انا طالباه ان معالي الوزيره تشوف الناس دي زي امهاتها، ان هي بس تجيب لنا مكان، او هي مش عاجبها مثلا ان انا شايلاهم او ان انا عامله ده، خلاص تعالي خديهم حطيهم في المكان طب المناسب. وايه يمنع في المكان اللي انت موجوده فيه حاليا؟ بتقولي المكان مش مقنن، المكان ده مش مقنن. مش مقنن؟ مع ان انا مؤسسه مشهره وعندي مقر في عين شمس، عملت مد نشاط عشان اخد المبنى ده واعمله، هم برضو مصممين ان المبنى ده ما ينفعش ان انا اعمل فيه دار رعايه المشردين. هو المبنى ده سكني وليس خدمي، انت بتعملي عمل خدمي مش سكني. اعمل ايه بقى؟ عايزه حل. واحنا معاكي النهارده بنتمنى من السيده الوزيره انها يوصل لها الفيديو يا رب، والساده المسؤولين ان يا جماعه دار زهرة مصر والاستاذ سمر نديم بتقدم خدمات لناس بلا مأوى وخدمات حقيقيه، فنتمنى ان يكون في حل سريع ويكون في رد فعل يلحق الناس دول، لان مش معقوله ان هي بعد ما جمعتهم وبعد ما وفرت لهم الامن وبعد ما وفرت لهم الامان ووفرت لهم الرعايه نرجعهم تاني الشارع هم عشان مش هيقدروا خاطر يعيشوا في الشارع، هم مش هيقدروا. ده مبنى سكني او مش سكني، بالعكس انا المفروض ان اي حد بيرعى حد كبار السن من كبار السن انا اقف جنبه، مش ان انا اقف ضده يعني. حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قاعد وعامل اجتماع وزاري وقال يا جماعه الاهتمام بكبار السن. وطبعا سياده الرئيس احنا بننفذ التعليمات. يعني النقطه دي تحديدا في رعايه الناس اللي بلا مأوى وكبار السن والاطفال كمان حتى ذوي الهمم، هو دي على اول اولويات. فليه احنا ما ننفذش ونقف مع اي حد بيحاول يمد ايده ان هو يلحق الناس دول. بعدين انا بعمل ده عمل تطوعي وبعمل ده عمل تطوعي، انا ممكن اقول وانا مالي، انا مواطنه عاديه انا اعيش حياتي زي اي بلوجر واتبسط واسافر دبي واسافر هنا واسافر هنا، لكن انا ليا هدف ان انا عايزه اكون ايدي في ايد الناس، اعمل خير، اتاجر، فاهم ربنا سبحانه وتعالى، لان في الاول وفي الاخر الناس دي مالهاش حد وربنا سخرني ليهم ان انا اشيل شؤونهم واتولى امورهم. وهم كمان لو جيت مش هم هيرضوا يمشوا، هم مش هيسيبوني، هم هيعيطوا ويبهدلوا الدنيا. هم لو راحوا اي دار تانية هيسيبوا الدار وهيمشوا يرجعوا الشارع، وانا اللي هنزل اجيبهم برضه. انا برضو اللي هنزل اجيبهم. فانا بناشد كل الناس اللي قلوبها رحيمه تقف معانا تساعدنا انقاذ دار زهرة مصر. حتى لو توفروا لنا مكان، حد يشوف لنا مكان تاني انقل بيه. طب انا قلت فكره حلوه جدا دلوقتي بما ان الارض موجوده، طب ليه هم ما يفتحوش ترخيص جمع المال ويساعدوني في بناء الارض، ابني حتى لو دور وانقل فيه الناس. انا عايزه كل اللي انا عايزاه ان انا اخد ترخيص جمع المال وعايزه ابني الارض. لو خدت الاثنين دول انا راضيه. طب ليه ما يسيبوش الناس زي ما هي في مكانها حاليا لغايه لما يبقى يتبني المبنى؟ ما هو ده اللي انا عايزاه، هم يفضلوا في الدار زي ما هم لحد ما ابني انا دور، وبعد كده يجي انقلهم، ما عنديش مشكله، يدوني فرصتي بس. والله نتمنى ان كل المسؤولين اللي هيوصل لهم الفيديو والسيده وزيره التضامن الاجتماعي والسيد رئيس مجلس الوزراء ومن اعلى القيادات اللي في البلد يا ريت يكون في استجابه سريعه وحل سريع للاستاذ سمر نديم على الخير اللي هي بتعمله، ويا ريت ان احنا ما نعطلش اي حد بيقدم خير واي حد بيمد ايده للمحتاج، يا ريت ما نعطلوش، بل بالعكس احنا نقف وراه وندعمه. واحنا النهارده في موقع موجز اليوم بنتمنى ان احنا نقدر على الاقل النهارده نساعدك ونقف معاك وندعمك ولو حتى بتكريم بسيط احنا بنقدمه لك. بس قبل ما نديك التكريم انا بس عايزك تقول لنا واحنا في شهر رمضان الكريم عن امنياتك الفتره اللي جايه اللي نفسك انك تحققيها، ونشوف برضه لو في اي زميل عنده سؤال قبل ما انا كان عندي امنيه قبل كده قلتها وربنا حققها لي، كنت بقول يا رب دي توصل للجيل الصاعد لكل الاطفال وكل شباب الجامعات، والحمد لله جه اكتر من 70 جامعه صوروا معايا مشاريع التخرج بتاعتهم وصوتي وصل لهم، وصل لقلوب الاطفال. نفسي بقى صوتي يوصل للكبار، يوصل للناس الكبيره اللي بتتابعنا اللي اتعلمت وشافت في الدنيا كتير وعارفين ان الحياه صعبه وعارفين تعامل كبار السن ايه، وعارفين ان كبير السن ما هو مش ممكن يبقى مريض نفسي، بيبقى عنده امراض الشيخوخه، امراض الزهايمر، ده كله لازم نتحمله ونقف جنبهم. اتمنى ان صوتي يوصل للقلوب الرحيمه ويقفوا معانا ويساعدونا ويدعموا الخير، مش عايزه فلوس، مش عايزه غير الدعم المعنوي والكلمه الطيبه، وان احنا نحافظ على الحاجه الكويسه اللي فعلا موجوده في مصر. اظن ان مفيش اجمل ولا افضل
في الدنيا كلها ان انت تساعد حد كبير في السن او حد مريض او حد بلا مأوى، حد اهله هجروه وسابوه في الشارع وتقف جنبه وانك ترعاه، ده اعتقد انها قمه الانسانيه. لو في حد عنده سؤال حابب يساله قبل ما الطموحات بتاعت حضرتك حابين نعرف. طموحاتك الفتره الجايه؟ طموحاتي ان انا عايزه اعمل خير كتير جدا، عايزه اوصل رسالتي مش في مصر بس وفي كل العالم، والحمد لله وصلت في بعض الدول، يعتبر وصلت في اماكن كتير جدا بره مصر. نفسي ما اخليش ولا مشرد في الشارع، ونفسي ميبقاش فيه ولا دار وكل الناس تبقى عايشه في حضن اهاليهم. هي دي كل اللي انا بتمناه وبحاول ان انا اقدر ان انا اعمله. نفسي الغي القانون بتاع اصل ده ما ينفعش وده ما ينفعش، ادام خير ورحمه وجبر خاطر ما نقولش فيها ما ينفعش، نعمل الخير على طول. لو في اي قانون بيمنع زي مثلا يقول لك ايه، لا وزاره الصحه تقول لك مش هاخد الناس دي عشان هم مشردين، تيجي وزاره التضامن تقول لا مش هاخد دول عشان هم مرضى نفسيين، عايزه الغي القانون ده. هو على فكره ما اعتقدش انه موجود بالصوره دي، لان القوانين واضحه وصريحه، بس دي نقدر نقول اخطاء في التطبيق. لكن على ارض الواقع القانون المصري عندنا ما فيهوش اي مشاكل مع التعاملات دي، لكن هم للاسف في ناس بتخطئ في التنفيذ وبتخطئ في فهم القانون نفسه. عايزين نعدلها في ايه؟ دلوقتي خلاص انا بالنسبه لي انا تبع وزاره التضامن، لو شايفه من وجهه نظري ان الحالات دي ما تنفعش ان انا اشيلها، خلاص اتصل بوزاره الصحه المهم ننقذ، نتعاون مع بعض، ايد على ايد بتساعد كلنا مع بعض، وزاره العدل، وزاره التضامن، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، احنا كلنا ايد واحده. في الاول وفي الاخر في خدمه الوطن. ده الواجب. دكتوره نيفين القباش تعرف ان انت بتعمليه ولا ما تعرفش؟ انا قابلت معالي الوزيره وقعدت معاها، وهي قالت ان هي توفر مكان تاني وما حصلش. لا ما حصلش. وقبل لما نختم برضه بنقول لها سياده الوزيره اتمنى ان هي لو حد عتم علينا وقفل لها البيبان عليا، ارجوكي يا رب صوتي يوصل لك، احنا محتاجين لك. لا باذن الله، وباذن الله احنا بدورنا كموقع موجز اليوم وهنتواصل مع سياده الوزيره والدكتوره نيفين القباش باذن الله يتم حل المشكله من اولها لاخرها، ودايما نجيبك ونحتفل بيكي، وانت كل مره بتقدمي خير اكتر، بتدي عطاء اكتر، وبتقدري انك تساعدي كل محتاج وكل كبار السن. وطبعا احنا بنتمنى لك دايما التوفيق وليكي ولاي حد بيقدم الخير للناس. تمام؟ طبعا انا عايزين نديكي هديه بسيطه من موقع موجز اليوم بمناسبه تشريفك لينا، بس هنقوم بقى مع بعض. ربنا اسمها كمان تهدي لي الكاميرا معاك دي، لان الكاميرا كمان محمد كده تمام. ميرسي قوي. صور كتير عشان تحطوا الصور خالص. عمال اشاور لكم في اللايف اقول لكم صور يا جماعه. صورنا صدقني، واللايف ما زال شغال على فكره. انا عارف. طيب شكرا جدا على تقديركم والله ليا، وعلى شعوركم الطيب، وعلى اهتمامكم دايما بيا، واتصالك بيا دايما، وسؤالك عليا في اي وقت انا ببقى تعبانه فيه او ببقى مش موجوده على السوشيال ميديا، او بتحسي ان انا في حاجه وتكلميني، فبجد ربنا يبارك في عمرك يا رب. ممكن نبص هنا طيب وابتسامه حلوه. يلا. تمام. ربنا يعزك. ميرسي قوي، جميله جدا. دي حاجه بسيطه ليكي ونتمنى تفتكرينا بيها دايما، وانتي بجد النهارده من ضمن المكرمين اللي ليهم معزه خاصه، ان حضرتك بتقدمي خير واحنا دايما معاكي ومع الخير. ربنا يخليك. نقول لكل اللي بيشوفونا رمضان كريم عليكم وعلينا باذن الله. النهارده كانت مشرفانا الدكتوره سمر نديم، ونتمنى لها التوفيق في كل خطواتها اللي جايه. ربنا يخليك. شكرا. وانتظرونا مع موقع موجز اليوم في ندوات جايه باذن الله، ونتمنى ان النهارده نكون كنا خفاف عليكم، ورمضان كريم. السلام عليكم. شكرا لحضرتك جدا والله على اهتمامك، وربنا يعزك يا رب. اتفضل.